شمس FM بودكاست. حديث تونس 5:32 دقيقة. احنا مش نمشيو توا في ربط مباشر مع لندن وين موجود الأستاذ الهاشمي الحمدي رئيس العريضة الشعبية. مرحبا بك سي الهاشمي. اهلا بختي، مرحبا، فرصه طيبه، بارك الله فيك على الاستضافه. يعيشك، شكرا لك. سي الهاشمي، احنا اليوم شفنا رساله مفتوحه بعثتها انت وقريتها انا شخصيا في جريده الصريح، تبعثها للسيد عبد الوهاب معتر والشاعر منصف مزغني والفنانه ليلى الشابي، تقول انت خاطر سخروا منك في برنامج كلام الناس. هو عندك حق في الرد هذا وعندك حق في الرساله هذه، اما انا توقعت انه في الاجواء اللي احنا عايشينها الايامات في اللي صاير انك يعني تتعالى على الاشياء هذه وعلى المواقف هذه، ونحكيو أكثر سياسة ونحكيو أكثر كرجل سياسة ونحكيو أكثر على الأوضاع في تونس وعلى سليانة بيان سور. والله أنا اليوم تكلمت على سليانة لجريدة الشروق في حوار خاص حسب ما فهمت يطلع غدوة، وكان الأخ الحضري المحمودي اللي هو الأمين العام لحزب العريضة الشعبية عمل تصريح صحفي حول الوضع في سليانة، وأنا نفسي كنت أتوقع اليوم في الحوار أنه نبدأ بالحديث على سليانة، لأنه اللي يحصل فيها يعني شيء مرعب، والكمية ودرجة الوحشية التي يتم التصدي بها للمتظاهرين معناها تنسف تقريبا كل المكاسب اللي ظنوا التوانسة أنهم حققوها من الثورة. إذن هالمناظر اللي نشوفوا فيها والمستوى من القمع ومن استخدام وسائل عنف مختلفة، ومش عارف انا والله ما فهمتش، كان تسمحي لي والله ما فيش معنى هذا النوع من الرصاص اللي يستخدموا فيه، ما فهمتوش. شفت في التلفزيون الناس هذوما اللي مضروبه في بدانهم وعيونهم. انا كنت باتصال مع مسؤول في الامن وحبيت نسال شنو يعني النوعيه، خد فما انواع في الرصاص، يقول هو نوعيه معينه يستعمل معناتها يستعملوها في دول العالم الكل. هي هذا ايش يقولوا؟ نعرف التوفيق انت ماكش موافق ولا باش نرجعوا لهدايا يعني يمكن حاجه جديده. شفنا تصاور على الفيسبوك كما الناس كل، وشفنا يعني حالات الناس اكثر من 150 جريح. تفضل. انا عايش في بريطانيا ونشوف حتى مظاهرات في رام الله، مرات حتى في مواجهه الجنود الصهاينه. والله من النوع هذا نتاع الرصاص اللي شفته في التلفزه عندي في تونس امس ما نعرفوش خلاص. وفي بريطانيا مرات تقع مرات مظاهرات كبيره طلابيه على احتجاج على مثلا المؤتمرات الدوليه ولا شنو، ما عمري سمعت به. بس اللي نعرفه توا ما دام هذا ما نعرفوش، نقول لك نعترف لك ونعترف للمستمعين اني ما نعرفش النوع من انواع القمع الجديده هذه اللي جات بعد الثوره، وما نعرفش من بلاد جابوها. يبدو أنا من ايطاليا. من ايطاليا. هي توا احنا ايطاليا كيفاش نبعثوا شبابنا يموت في البحر ونجيبوا منها ادوات باش نقتلوا بها الناس في سليانة. انا يظهر لي هذه، نقول لك الصحيح انا من الاول قلت هذه حكومه نتاع حقره وما تصلحش من نهار اللي تشكلت، لان تعاركوا على المغانم وشافوها كذا معناها خذوها غندره، كل واحد يحب ياخذ حاجه في البلاد. وكما قال الطبيب الخاص نتاع حمادي جبالي، نظروا لها فعلا انها يعني غنائم لازم يقتسموها. فمن وقتها كان رايي فيهم راي انه هؤلاء مش حيصلحوا لاداره الحكم، لانهم خاصه حقروا اصوات سيدي بوزيد واصوات الفقراء التوانسه اللي صوتوا العريضه الشعبيه. ثم لما ضربوا الناس في 9 افريل، انت كان ترجعي لتسجيلات شمس فام في 9 افريل هذا العام هذا، شوفي وقتها تصريحات التوانسه كيفاش انه هذا كان يسموه يوم عار، يوم مظلم في تاريخ تونس بسبب كميه القمع الوحش اللي استخدمت ضد المتظاهرين من 9 افريل. وجاءوا جرحى الثوره في وزاره حقوق الانسان ضربوهم بالقمع. وجاءوا جماعه اخرين قالوا ارجعوا يا اوباش العريضه الشعبيه، قالوا ارجعوا لولاياتكم. وتوا في سليانة إذا كان ثم، أنا من وقتها كنت أقول يجب إسقاط هذه الحكومة، يجب أننا نحشد النواب في المجلس التأسيسي، لأن ذيك الطريقة الوحيدة توا القانونية باش نسحبوا الثقة من هالحكومة ونجيبوا حكومة كفاءات وطنية محايدة. وللأسف ما حبوش يسمعوا كلامي بقية الخيام في المعارضة. إذا كان بقات ورقة توت قبل تغطي هالحكومة اللي هي ابتلاء كبير للأسف الشديد أصاب الله عز وجل به تونس، ونسأل الله العافية وإن شاء الله هذاك حد الباس. إذا كان مش نقدر نحو الغيمة السوداء على تونس، إذا كان ثم ناس كانوا متردين في وجوب إتمام هذا العمل، فاليوم الأحداث اليوم وأمس نتاع سليانة توري أن أمام حكومة مش تونسية. هذه ما تفسير الكلمة مش تونسية معناها مش قادرة تتفاهم مع الشعب إلا بالقوة إلا بالعنف. معناها المشروعية الحقيقية ما عندهاش. لازمنا حكومة جديدة في البلاد، والحل مش أنه نعمل انقلاب ولا نحرضوا الجيش على انقلاب، لا، الحل أننا نناشدوا حتى النواب
اللي يعطينها الأغلبية باش تسير بما فيها من نواب في النهضة. كل من عنده ضمير ويشوف الصور المرعبة اللي في سليانة يلزموا يأيد فكرة إسقاط هذه الحكومة وسحب الثقة منها. موقف سي هاشمي محمد. تفضل توفيق. بربي تراش اللي ربما اسهل خطاب هو الخطاب اللي تقول فيه انت اليوم وتقول فيه انت قبل وتقول فيه العريضة الشعبية، خطاب الحجرة للجهات المحرومة والجهات العميقة، خطاب النقل المجاني، خطاب الصحة المجانية، خطاب انه هذه الجهات يلزمها تولي جنة على الارض ويلزمها تكون تساوي التنموي، خطاب التشغيل وتوفير مواطن الشغل بالالاف. ما تراش اللي هذا الخطاب متعالي شويه على الواقع سي هاشمي؟ تو هذه الحكومه تمارس الحكم، تصطدم بالحكم يوميا، تصطدم بمشاكل البلاد باللي تراكمت توا على مدار عقود وكذا، هي ربما تصطدم بهذه المعوقات اللي لو كان انت سيادتك وحزبك الموقر لو كنت في الحكم كنت ربما تصطدم بنفس هذه المشاكل ونفس هذه الاحتجاجات. علاش هذا الخطاب ربما المتعالي اللي ما ينمش ساعات على انه ربما انسان ينجم يمارس الحكم او عنده درايه بالشيء اللي واقع في تونس؟ وهذا مش دفاعا على الحكومه، راهو هذا الراي الاخر اللي لازم يكون موجود زاد. انا نجاوبك نحترم رايك، نحترم سؤالك يعني جدا ونجاوبك. اول شيء ساعه في بدايه الجواب نقول لك اذا انا اصبحت رئيس لتونس قلتها في الانتخابات السابقه، انا مانيش مش نسمح ابدا بضرب التوانسه وبالاعتداء عليهم وبموت التوانسه في السجون. والله الذي لا اله الا هو لن نسمح بهذا ابدا. انا ساكون مع الناس وراح نمشي بنفسي ونتكلم معاهم. هذه قلتها قبل. واذا عملنا الثوره ونرجعوا للتوانسه يموتوا في الحبوسات ويتعذبوا ويواجههم الرصاص اللي تشوف فيه انت توا، معناها الثوره السوريه قد انتهت. بالنسبه للجواب للسؤال اللي طرحته، انا يا اخي العزيز مدير شركه وعندي مثلا بث على عربسات، نايل سات، هوت بيرد. نعرف انه كما نعرف ميزانيه بيتي، ولدي هذا في الجامعه لازم رسوم مثلا، والطفله تقرا في الليسي لازمها كتب، وقداش يلزمني ميزانيه، قداش يلزمني باش نخلص نايل سات ولا عربسات ولا هوت بيرد. نعرف بالنسبه لتونس كي نقول الصحه المجانيه قداش تكلف، كي نقول منحه البطاله قداش تكلف. انا رعوني ما طرحت، وهذا اللي غلطت فيه الاخت ليلى الشابي وسي مصطفى المزغني، لانه مرات الانسان كما يعرفش حاجه ولا يسمع اشاعات. الغالب الاشاعات يسموها في تونس وكاله قالوا. انا اللي قلته حسبة دقيقة، هاني نعرضها عليك في دقيقة واحدة. ميزانيتنا في تونس 25 مليار دينار تونسي، حوالي بين 16 و 18 مليار دولار. أنا قلت بما أنه الناس اللي عملوا الثورة، ليش قامت الثورة؟ مش أنا خاطرش باش أرجع لأسباب سياسية بالأساس، لأسباب اجتماعية، فقر وحرمان وإقصاء لشرائح واسعة من المجتمع، من الدورة الاقتصادية في المجتمع. ايش نعملوا؟ أولا التشغيل مش سهل، ما نقدروش نوعدوا الناس الكل بالشغل وبسهولة، لازم الاقتصاد يتحرك ونسبة النمو مرتفعة. إنما ثم شيء نقدر عليه، نقدر نخصصوا مليار و200 مليون دينار من الميزانية باش نعملوا منحة بطالة مقابل يومي عمل. هذه تغطينا كي تحسب أنت إذا عندك كالكولاتريس أنتم الاثنين تحسبوا 200 دينار في الشهر، 500 ألف تونسي مضروبة في 12 تطلع حوالي 800 مليون دولار، أقل من 1 مليار دولار. هذا المبلغ نمشي نجيبوه. أنا قلت بالإضافة لأننا في ترتيب بنود الصرف في الميزانية، حتى في الميزانية اللي ناقشناها في 2012 ممكن المليار و200 نوفروه من إعادة ترتيب بنود الصرف. أنا اقترحت باش نجيبوا كمان موارد إضافية للخزانة تاع الدولة. قلت كل أجنبي يجي لبلادنا مرحبا به، بس بما أن أكثر الأجانب يجون من أوروبا وما ياخذوش تأشيرات أصلا، بينما أنت ولا أنتم الاثنين تو اللي تحاوروا فيها ولا بلادي لو كان تمشيوا تقدموا تأشيرة شنغن يمكن تدفعوا حوالي 200 يورو بدون ما مضمون انهم يعطوكم التاشيره ولا لا، مجرد تقديم المطلب. انا باش نطلب اكمل بس الفكره لوحدك في تجي فلوس باش يولي عندي سؤال في نفس الاتجاه. لحظه، باش يولي كل اجنبي نقطه، كل اجنبي يدخل تونس باش ياخذ تمبري في الباسبور نتاعو ب 30 دولار. انا كي نمشي بالجواز البريطاني لتركيا من غير تاشيره بس ندفع فلوس في المطار. والحاجه الاخرى اي تونسي دخله السنوي مجموع دخله السنوي اكثر من 100,000 دينار باش نعملوا نزيدوا عليه الضرائب فوق 100,000، لانه لازم هذا نعرفوه من برنامجك الانتخابي. الناس كلها يعرفوه. خلينا نسالك سؤال. عندنا برشا وقت ليش من 3 دقائق. لحظه بس ما نقطه مهمه. لو كان جات ليلى الشابي، لو كان جات الاخت ليلى الشابي تعرف الكلام هذا، راهي عرفت اذا انه هذا مش حاجه ما جبتش يعني مش حاجه معناها مجنونه مش متماشى الناس. فرانسوا هولاند في الحمله الانتخابيه نتاعو
قال نفس الشيء، قال لازم نزيد ضرائب على الاغنياء. ولكن حالة فرنسا مش حالة تونس اليوم. انت بعدت علينا توا يعني خرجنا من الموضوع ودخلنا في حاجات اخرى. معك عبد القادر المقري. مرحبا اخوي عبد القادر. هل خرجنا على موضوع مثلا وعد منحه البطاله؟ كيفاش خرجنا؟ لا هاو نقول لك خرجنا على الموضوع خاطر احنا الحدث الساخن هو ما يسير في سريانه وما هي الحلول اللي يمكن تخليه انه ما يتكررش. توا سيادتك سي الهاشمي انت طرحت حاجات برنامجك الانتخابي انت حر فيه تحط فيه اللي تحب، ولكن احنا نطابقوا فيه بين ما يصير في سريانه وما يصير في الجهات المحرومه. يندرى انت ترى بحاجات ما نقولش ديماغوجيا كما قالوا الخصوم نتاعك، ولكن نقولوا يعني تنظير، سامحني، تنظير الاقتصاد ريعي يعني نتاع انه من فوائد ما وكذا ندخلوا هذه يعني نوفروا يعني نرصدوا ميزانيات معينه ونوصلوا نوزعوها على الناس واحد. الوغ انت تو ما تراشي بالنسبه لسليانه وسيدي بوزيد والشريط الداخلي معناتها نتاع غرب البلاد بصفه عامه، ترى انه مشكلته عمرها ولا كانت مشكله توزيع اموال انه واحد يمد لهم اموال في ايديهم. جربنا احنا منحه امل، انت تو تحكي على منحه بطاله، جربنا منحه امل وشفنا يعني النتائج الكارثيه نتاعها. يعني لا تكلمت على بنيه تحتيه، لا تكلمت على مناطق صناعيه، لا تكلمت على تقريب العمل من العاملين، هذا كله مسار سي الهاشمي. اسكو ولايه سليانه بتوزيع اموال كيما هكا على اليمين وعلى اليسار ممكن تحل مشكلتها مثلا؟ انا احترم رايك لكن نستغرب جدا من كلامك. اذا الدول العظمى اللي جربت السياسة الاجتماعية نتاعتها من 50 و60 سنة يفهم وش معناها الدور الاقتصادي انه التونسي او المواطن يكون عنده الحد الادنى من مقومات العيش الكريم. تخيلوا انتم للحظة واحدة، انا قلت لكم باش ناخذوا نصف الميزانية، نقول لك معنا 25 مليار. راهو سيديش ما وقعتش في الناحيه العاصمه، راهو وقعت في مناطق محرومه، راهو موضوع تنميه جهويه. اسكو مشكل لوميدي ولا ميدزوجورنو في فرنسا ولا في ايطاليا تحل بالطريقه هذه الريعيه، الطريقه النفطيه هذه؟ راكم انتم تتكلموا وانا نتكلم، انتم طرحتوا السؤال يزني نجاوب. باش نعطيك انا صحفي كيفكم. مثلا كي يجوا عندي ضيوف نطرح عليهم اسئله قويه ونخليهم يجاوبوا وما يعلقوا معنا محلين سياسيين. توفيق يعني بعد ما تكلم في عبد القادر تفضل ليش ما يخاطر معاش عنا وقت. هاو سياستي كيفاش تفرق على حكومة الحقرة وحكومة الشر هذه اللي شادة في تونس توا. أنا وكان جيت كي نحكم في البلاد أول شيء ساعة 15,000 عائلة في سليانة نغير حياتها بمنحة البطالة اللي هي مش اقتصاد ريعي. ده معناها أن التونسي ما يرضاش انه توانسه اخرين يكونوا محرومين من الركوب من مكسر السنه ما عندوش، وهذا مش مزيه باش نعطوه له، راهو باش يخدم نهارين باش يخدم لصالح الدوله. لكن ما عندنا حتى قيمه انتاجيه سيدي. راهو لا بالعكس، انت يفوتك عليك حاجه واحده. المليار و200 مليون كي يدخلوا في الاقتصاد وين باش يمشوا هما؟ باش يمشوا عند العطار وعند المكتباجي وعند القهواجي وعند الفطايري وعند البيع في اي نوع من انواع السلع يحتاجها الشيخ هو القهواجي. استاذ هاشمي راهي مليار و200 اسمعوني، مليار و200 مليون دينار باش نوفروا بها الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لنصف مليون تونسي عملوا ثوره. من المقترحات نبقى النهار كل في الظلمات والميزانيه والفقر. شكرا لك استاذ هاشمي. لحظه بالله دقيقه واحده ما عادش عندي وقت كرونوسبير، ان شاء الله تتدخل معنا مرات اخرى استاذ هاشمي حمدي المره الاخرى ان شاء الله وتدخل معنا ويكون معنا حديث مطول اكثر من هكا. شكرا لك. شمس FM بودكاست.